السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم كريمة أم رحاب. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة البلبولة الشعير بالأعشاب، مفيدة للجسم، صحية ولذيذة، وبالخصوص المرأة النافس وحتى حنايا كنصوبوها ايامات البرد لأنها كتدفي الجسم. على بركة الله. بالنسبة للمكونات ديال هاد البلبولة بالأعشاب، على بركة الله غناخد حبة ديال البصلة، من الأحسن تكون البصلة حمراء. غادي نحكها بالحكاكة، نوضعها في الطنجرة، وغناخد معلقة كبيرة من كل حاجة غادي نذكر دابا: الحرف أو حب رشاد، الحلبة، النافع أو حبة حلاوة اللي كيكونوا بلديين، ومعلقة الزعتر. ممكن ندير فليو وممكن ندير الحبة السوداء. عندي زيت الزيتون، هذا هو الأهم، يعني كمية ديال زيت الزيتون والملح. وبالنسبه للبلبولات الشعير غناخد البلبولات الشعير البلديه، ضروريه باش تكون صحيه 100%. خاصنا البلبولات الشعير بلديه. نقيها لان كتكون فيها هي التنقيه ردوا البال، وغادي نغسلها مزيان ونخليها جانبا. فوق النار غادي نشحر مزيان هذوك المكونات ونضيف لهم الماء طايب. صافي من بعد ما كيغلاو غادي نوضع عليهم البلبولات الشعير ونبقى في التحريك المستمر حتى كطيب ليا هذيك البلبوله وكتختار. ردوا البال البلبولات الشعير البلديه راها ما كطيبش دغيا، يعني غنعطيوها شويه د الوقت على نار مهيله، ما نجهدوش عليها النار، مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على هذا الشكل او على هذا القوام. هنا في هذه المرحله صافي طابت. هنا ممكن نضيف لها الحليب ونخليها تغلى ونقدمها بالصحه والراحه مع زويته بلديه من الفوق، او نخليها كما هي هكا نقدمها كيف درت انايا، قدمتها على هذا الشكل مع زويته بلديه من الفوق. وها هي واجده صحيه لذيذه، وبالخصوص الناس اللي عندهم فقر الدم او المرضع، المراه المرضع، وحتى الناس اللي كيبغيو يديروها ايامات البرد، راها مدفيه للجسم، كتدفي الجسم. كانت معكم كريمه ام رحاب. ما تنساوش تجربوا وصفتي، وكالعاده اللي جربات الوصفه من الوصفات ديالي ترسلها لي على الانستغرام شهوة ام رحاب. شكرا لكم على الوفاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.